السلام عليكم. يا مساء الكفاح يا جماعة، لو قلت لك اسم عبد الغفور البرعي يا ترى ايه أول حاجة هتيجي في دماغك؟ أكيد الراجل المكافح العصامي اللي بدأ من الصفر وبنى نفسه بنفسه، الراجل اللي علمنا الطموح وعدم اليأس، وإنك لو عايز حاجة هتوصل لها. حلو لحد كده؟ يلا بينا نقفل الحلقة. طب يا صبر صبر. استنى يا عم، انت ما صدقت. انا بصراحة جاي النهاردة اثير الجدل وهرمي لك سؤال كده وهنتخانق انا وانت مع بعض دلوقتي. هل عبد الغفور فعلا كان شخصية بيرفكت ما فيهاش غلطة وكان رمز للكفاح والمثابرة، ولا كان شخصية توكسيك اتلمعت اعلاميا وورا قصة صعوده بتتوارى مجموعة من الخطايا المتغلفة بالنجاح؟ يا ريس ده كلام ما يخشش دماغك. انت فيه ايه بالظبط؟ عايز مني ايه يعني؟ استنى قبل ما تقفل الفيديو تابع معايا للآخر وانا هثبت لك ان الموضوع ده اصلا كان هو السبب الرئيسي في نجاح الشخصية، وانه اظهر الشخصية بكل ايجابياتها وسلبياتها بعيدا عن الطابع الملائكي اللي دايما السيناريوهات بتاعتنا بتضيفه على الابطال. ويلا بقى نحلل الموضوع سوا. جهز فنجان قهوتك واعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. اسمك ايه يالا؟ عبد الغفور البرعي. عبد الغفور البرعي بطل رواية لن أعيش في جلباب أبي للأديب الكبير إحسان عبد القدوس، واللي اتحولت لعمل درامي سنة 1996، والمسلسل ساعتها كسر الدنيا ولسه عايش لحد النهاردة. بس احنا مش هنركز مع المسلسل، لكن هنصب كل تركيزنا في الحلقة على شخصية عبد الغفور اللي تعتبر واحدة من أهم الشخصيات في تاريخ الدراما المصرية، مش بس لأنها كانت مكتوبة حلوة جدا على الورق أو لأن اللي جسدها هو واحد من أفضل الفنانين في تاريخ مصر، لكن لأنها شخصية مثيرة للجدل وفي ناس كتير اختلفت عليها. أنا النهاردة جاي أكسر كل التابوهات وأكشف لك الستار عن اللي محدش بيتكلم عنه، وأقول لك إن شخصية عبد الغفور سيكولوجيا كان فيها بعض السلبيات والعيوب القاتلة واللي نقدر نسميها خطايا عبد الغفور البرعي. أيوة، ما تتخضش. الشخصية اللي تبان قدامك عظيمة ورمز للكفاح والصعود كان في وراها بعض السقطات، وللأسف من غير ما يقصد اتسبب في تعب ناس كتير حواليه. ولو عبد الغفور فعلا كان تلاشى السلبيات دي كان فعلا هياخد الشخصية في حتة تانية. كفاية رغي، وتعالى مع بعض نعرف ايه هي خطايا عبد الغفور البرعي. الخطية الأولى كانت مع مرسي. أيوه بالظبط زي ما سمعت، مرسي كان هو الدراع اليمين بتاع المعلم سردينة، وكان هو يعتبر اللي شايل له الشغل كله. لكن من ساعة ما عبد الغفور ظهر في حياته، أو بالأصح لما بدأ يشتغل عندهم في الوكالة، مرسي بدأ يحس إن البساط بيتسحب من تحت رجليه واحدة واحدة، وبدأ يلاحظ إن المعلم سردينة بيميز عبده عن كل الصبيان وأوقات عليه هو شخصيا. فأنا عايزك تحط نفسك مكانه. لو أنت شغال في شركة أو مصنع وواخد وضع كبير هناك، وجه واحد لسه جديد وما يعرفش أي حاجة في الشغل وتقرب من المدير بتاعك والمدير بقى يميزه عنك، يا ترى رد فعلك هيكون ازاي؟ فطبيعي جدا كان مرسي يحس بالخطر، لانه في يوم وليله بقى هو رقم 2 عند الحاج. وطبعا عبد الغفور ولانه ذكي جدا فعرف يخش للحاج سردينه من مناطق معينه، يجيب له الشيشه ويهوله عليها، يجري يجيب له طبق الكشري من عند البت فاطمه. كان فاهم اللعبه صح. واحد يقول لي انت بتقول ايه؟ ده مرسي كان عايز يخلص عليه. هقول لك دي بقى المشكله، مرسي وجه الغضب اللي جواه بشكل غلط، وبدل ما يثبت للحاج سردينه انه اهل للثقه اكتر من عبده، اختار الطريق السهل وهو طريق الانتقام. لكن جهل مرسي وعدم حكمته ما يمنعش ان عبده عرف من اين تؤكل الكتف وقدر يكسب ثقة الحاج سردينة، ودي كانت اول دفعة عظيمة ياخدها في قصة صعوده. الخطيئة التانية لعبده كانت مع مراته فاطمة واخوها سيد. وطبعا انت مستغرب، اصبر وانا هفهمك. لو ركزت في علاقة عبد الغفور بسيد وفاطمة ايام الفقر هتلاقيها اتحولت 360 درجة بعد ما عبده اتحول للحاج عبد الغفور التاجر الكبير. في الاول كنت بتشوفه شخص طيب وعلى نياته، جاي من بلدهم مش فاهم اي حاجة، وهم قدروا ده وساعدوه وسكنوه جنبهم وكانوا بيقفوا جنبه في المشاكل. بس بعد ما عبده كبر في القال وبقى تاجر كبير واتجوز فاطمة وشغل سيد نسيبه عنده، وتحس شخصيته اتبدلت وبقى أقرب للديكتاتور اللي الكلمة لازم تكون كلمته والشورى شورته. يعني عندك فاطمة مثلا، رغم حب عبده الكبير ليها إلا إنك ما كنتش تحس إن ليها دور كبير في حياته غير إنها تربي العيال وتخلي بالها من البيت. وهنا ما اقصدش طبعا انها تشمر يعني وتنزل تشتغل وتساعده، لا، بس يعني ما كانش بيحكي لها عن الشغل مثلا، ما كانش بياخد رايها في الحاجات الكبيره، ما جاش في مره مثلا وخرجها وتعشوا بره او سافروا وصيفوا في مارينا وقتها، رغم يعني انه بقى راجل مقتدر. فتحس ان دورها في حياته كان مقتصر على البيت وبس، ودي كانت اول حد يخش جوه الجلابيه. لو جينا بقى لسيد كشري فده حكايته حكايه. سيد اختار انه يعيش في ظل عبده، وتحس كده جبروت عبد الغفور بلعه، وطول الاحداث سيد كان شخص عادي جدا، ما تحسش انه الدراع اليمين بتاع اكبر رجل اعمال في البلد. عبد الغفور قدر يحجم سيد
ويجبره انه يرضى بقليله، لدرجه ان مراته مره كانت معزومه عند فاطمه، فالواد خضير بيفضحهم وبيقول لعمته انهم مش بيشموا اللحمه. وفي مره تانية مرات سيد بتطلب من فاطمه تتوسط عند الحاج عشان يزود مرتب سيد، وهنا بان الفارق والجاب الكبير. يعني بص، عبد الغفور في الاول كان بيسقي العيش في الشاي، وسيد وفاطمه كانوا غرقانين في الكشري وكانوا مرتاحين عنه شويه، لكن دلوقتي الايه اتعكست، وهنا يبين لك ان طموح سيد وقف عند سقف معين. ما حاولش مثلا يطور من نفسه في كار الكشري ويفتح براند باسمه او حتى يقلب رزقه في سوق الخردة زي جوز اخته، لا، هو اختار انه يعيش في جلابيه عبد الغفور للابد، وعبد الغفور كان مبسوط بده. الخطيئة الثالثة لعبد الغفور كانت مع بناته، وركز أنا هنا بتكلم على الأربع بنات مش عبد الوهاب، لأن عبد الوهاب ده قصة تانية خالص، عشان كده أنا هسيبه للآخر. مشكلة عبد الغفور مع بناته إن ما كانش في تواصل بينه وبينهم إطلاقا. عبد الغفور كان رامي تربية البنات كلها على فاطمة، ويمكن عشان كان مركز مع عبد الوهاب شوية، وده لأن بعقليتنا الشرقية الواد هو اللي بيقش، أهمل خالص في متابعته لبناته. على فكرة هو كان بيحبهم جدا، بس ما كانش مصاحبهم ولا قريب منهم، تقريبا كان شايف تربية البنات بتبقى على الست، وقبل ما فهم دوره كانوا البنات كبروا وفات الأوان. فبالتالي هتحس كده إن بناته بقى عندهم حتة ناقصة في حياتهم، في حلقة مفقودة في علاقتهم بالرجالة، وعشان كده تلاقي إن معظم جوازات بناته كانت فاشلة. وده في اعتقادي الشخصي لأن بناته ما كانوش فاهمين أكتر عن سيكولوجية الراجل وإزاي يتعاملوا معاه، فبالتالي اختياراتهم ما كانتش أحسن حاجة. وده لسبب بسيط، إنه كان عندهم مثالين في البيت أغرب من بعض، أبوهم اللي الشغل هو حياته ومش بيلحق يقعد معاهم، وأخوهم المعقد غريب الأطوار اللي كل شوية يلبس شخصية شكل. علشان كده أنا بشوف إن بنات عبد الغفور من أكتر الناس اللي اتظلمت في قصة صعوده، وإنهم برضه كانوا عايشين جوه الجلابية ومسلمين أمرهم. أما بقى الشخص الوحيد اللي اتمرد على الجلابية طول الأحداث فهو عبد الوهاب، وده هيبقى خطيئة عبد الغفور الكبيرة. قبل أي حاجة عبد الغفور كان بيحب عبد الوهاب حب مش طبيعي، وعلشان هو بيحبه كان عايزه يبقى نسخة طبق الأصل منه، وأنا عايز أقولك إنه كان فعلا ممكن ينجح في ده، بس لو كان اتعامل مع عبد الوهاب بشكل مختلف. في الرواية كانت الأحداث كلها بتدور حوالين نظيرة البنت الصغيرة، وهي اللي كانت بتتمرد على جبروت جلابية أبوها وعادات وتقاليد المجتمع. لكن أنا من موقعي هذا حابب أحيي صناع المسلسل، وبالتحديد الكاتب الكبير مصطفى محرم، لأنه غير في شكل الرواية وخلى أحداث السيناريو تدور حوالين الابن عبد الوهاب، وده من وجهة نظري خلى الأحداث تبقى واقعية أكتر، لأن الأب في مجتمعنا الشرقي بيبص للابن بأنه هو اللي هيحمل اسمه واسم العيلة، وصناع العمل كسبوا الرهان. وكلنا شفنا العلاقة التوكسيك المنيلة اللي كانت بين الحاج عبد الغفور وعبد الوهاب ابنه. الحقيقة خطيئة عبد الغفور مع ابنه بدأت بالحاجات اللي للأسف متفشية في مجتمعنا من زمان، وهي تربية الابن بالشدة والتخويف، علشان الواد من صغره ياخد باك جراوند عن أبوه إنه شخص متسلط، وده اللي زرع فيه أول بذر التمرد على جلابية أبوه. المشكلة هنا إنه كان في تناقض كبير قوي في استراتيجية عبد الغفور في تربية عبد الوهاب، فنلاحظ إن عبد الغفور كان حابب يربي في ابنه حتة إنه لازم يعتمد على نفسه من صغره مش على اسم أبوه، ولما كبر كان عايزه يعيش جوه جلابيته وتحت طوعه ويشتغل معاه. السكتين مش منفذين على بعض أساسا، علشان كده عبد الوهاب طلع معقد، جات له تروما من طريقة تربية أبوه ليه. المشكلة إن عبد الغفور لأنه كان ابن سوق فكان هدفه إنه ينشف عظم ابنه ويطلعه زيه ويتمرمط علشان يلاقي القرش، لكن على النقيض تماما النتيجة كانت عكسية، وعبد الوهاب طلع انطوائي واتكالي وتايه وملوش أي هدف في الحياة ومش لاقي نفسه، وده لأن تربيته أصلا كانت غلط من البداية. وللأسف فاطمة ولأنها عايشة بجلابية عبده فكان مغلوب على أمرها، وكانت آخرها تأنب عبد الغفور وتعاتبه، لكنها ما كانتش بتتدخل بشكل حاسم دفاعا عن نفسية ابنها. الحرص الزيادة في المصاريف والمعاملة الناشفة لعبد الوهاب من صغره ربت جواه فوبيا من أي حاجة تخص جلابية أبوه. وفي مشهد عبقري بنشوف عبد الغفور بيقول لابنه هخرجك من المدرسة وهشغلك معايا في الوكالة وهلبسك جلابية، فعبد الوهاب بيقول له أنت عايز العيال تضحك عليا، علشان ينفجر فيه عبد الغفور ويقول له جملة هتلخص لك كل حاجة: مالها الجلابيه؟ مالها الجلابيه؟ ودي كانت الصرخة اللي عملت شرخ في شخصية عبد الوهاب وربت له عقدة من الجلابية، عقدة هتستمر معاه سنين لحد ما يتعافى منها. وقفته في الفصل لما المديرة هزقته بسبب رفض أبوه دفع الفلوس للمدرسة، تحكم أبوه في حياته وتحطيم أمنيته في إنه يعيش مستوى معين يليق بابن واحد مليونير، كل ده خلق تراكمات نفسية جوه عبد الوهاب على مدار سنين وصلته في الآخر إنه رافض أي حاجة تيجي من ناحية أبوه، رافض مبدأ الجلابية من أساسه. عبد الوهاب كبر وهو مش لاقي نفسه، سافر اتعلم بره ومشي في سكة التدين واتجوز واحدة أجنبية وجرب حاجات كتير، بس كان بيفشل في كل حاجة، وده ببساطة لأنه بيعمل كل ده عشان يثبت لأبوه إنه يقدر ينجح بره جلابيته، لكن مش بيعمل الحاجة عشان خاطر نفسه. لكن نقدر نقول إن جلابية عبد الغفور انتصرت في الآخر، وعبد الوهاب رجع له تاني بعد فشله الذريع، مع إن من وجهة نظري كان المفروض النهاية تبقى إن عبد الوهاب يقدر ينجح بعيد عن أبوه، وبعدها مثلا يشاركوا أو يعملوا بيزنس مع بعض عشان نظريته تنجح في إنه قدر يعمل كيان لنفسه بعيد عن الجلابية. لكن السيناريو
السيناريو اختار النهاية السعيدة المتوقعة، وهو انضمام عبد الوهاب للجلابية زي الباقيين. نيجي بقى للخطيئة الخامسة في حياة عبد الغفور، وهي كانت ضد نفسه. للأسف الحياة العملية طغت على أسلوب وتفكير عبد الغفور، فتلاقيه رغم ثرائه الفاحش بيحرم نفسه من حاجات كتير وبيوهب كل وقته للشغل. طبعا مش عيب، لكن الحياة مش كلها شغل أكيد، الحياة مليانة حاجات تانية كتير ممكن يستمتع بيها. لكن المشكلة الأكبر كانت إن حياته العملية سرقته من أسرته، وأفقدته في كتير من الأحيان التواصل النفسي معاهم. عبد الغفور حرم نفسه من مصادقة أولاده، وكان كل همه إنه يشتغل عشان يوفر لهم الفلوس، وكان فاكر إنه كده بيعمل اللي عليه، وكان رامي الجانب التربوي على فاطمة. بس مع مرور السنين عياله بيكبروا، وبيكتشف عبد الغفور إنه للأسف في حاجات كتير ناقصاهم، زي الأمان والشجاعة والثقة بالنفس وحسن التصرف، حاجات كان المفروض يوفرها لهم قبل الفلوس. وفي الآخر أنا عايز أقول إن شخصية عبد الغفور هي من أفضل الشخصيات اللي اتقدمت في تاريخ الدراما بالنسبة لي، وإن كل السلبيات اللي ذكرناها دي بترفع من قيمة الشخصية وتثبت لك إنها مكتوبة حلو جدا، لأنها بتظهر إنسان بمميزاته وعيوبه، مش ملاك ولا قديس. وطبعا العبقري نور الشريف بأدائه السلس أضفى على الشخصية تقل وقيمة، ومستحيل تتخيل حد غيره يجسدها. ويبقى لن أعيش في جلباب أبي هو من أفضل المسلسلات اللي ممكن تشوفها في حياتك، بل في بعض الناس وأنا منهم بالمناسبة بتشوفوا إنه المسلسل الأفضل في تاريخ الدراما. وبس يا سيدي، لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتكتب لي رأيك في الكومنتس لأنه يهمني جدا. أشوفك في فيديو جديد، سلام.